السلام عليكم أصدقائي، وياكم عادل وفيديو جديد. إذا كان عندك شاشة تعمل بنظام الأندرويد تي في أو جوجل تي في أو شاشة عادية رابط عليها تي في بوكس، فهذا الفيديو إلك. اليوم جايب لكم تطبيق مشاهدة أنيق ومرتب ومليان أقسام. تريد أحداث رياضية موجود، تريد أفلام ومسلسلات هم موجود، تريد محتوى من كل دولة مثل الستلايت هم موجود، البنفسجي موجود بكل أنواعه، الترفيهي والرياضي، منصات معروفة أيضا موجود، وحتى وثائقي هم تلقى بيه. تطبيقاتك اللي نصبتهن بالفترة السابقة علقن أو وقفت بيهن الصورة، تعال هنا ثبت وتونس، أدللك يوميا جايب لك تطبيق. المهم تشوف الحدث اللي تدور عليه أو الفيلم اللي منتظره، أو ممكن عاجبك تشوف فد قناة والصحن مالتكم متحرك، وحتى الحجي إذا راد منك أخبار هم موجودة. الزغيرون يبكي على كرتون وما تريد تنطي التليفون، شغل له شغلاته منا وخليه يعيش ويتونس. أخوان بلا ما أحكي هواي، خلونا نفوت لواجهة التطبيق وأراويكم أقسامه. أخوان هاي هي واجهة التطبيق، هنا بالنص اسم التطبيق، هنا هذه الأقسام، هنا قائمة الهوم اللي هي القائمة الرئيسية، هنا هذا القسم يضم عدة شغلات، منها الشغلات البنفسجية، وهنا الأحداث أو البطولات. هنا عندنا يسموها الشغلات الذهبية أو الشغلة الذهبية، هنا أحداث رياضية عربية، هنا بلدان عربية، هنا أيضا باقات، هنا عندك شغلات أوروبية، هنا عندك أطفال، هنا عندك أخبار، هنا عندك إسلامي، وهنا عندك راديو، وهنا عندك وثائقي، وهنا عندك اي بي تي في. هنا الشغلات الأحداث أو الأحداث أو التوقيتات مال الأحداث اللي الأحداث الرياضية. هنا عندنا قسم الأفلام، هنا عندنا قسم المسلسلات. هذا من الطب، الكل قسم من الطب، الكل قسم من الأقسام راح تلقى بيه العربي والأجنبي والتركي والآسيوي والهندي والإنمي وكل الشغلات اللي تريدها داخل كل قسم. طبعا كل ما تضغط على قسم، يعني كل ما تضغط مثل الآسيوي ايش راح ألقى؟ راح ألقى أحدث المسلسلات، أحدث الحلقات الأكثر مشاهدة، وهكذا. كل ما طب القسم راح ألقى داخله تفرعات وأقسام وهواية، وطبعا كل ما طب القسم راح تكون صورة مصغرة، فالموضوع بمئات أو آلاف الشغلات اللي ممكن أني أتونس بيها. أصدقائي هنا جوا شغلات بنفسجية تحدث الآن، هنا أيضا شغلات بنفسجية، هنا باقة إخبارية تقدر يعني تتونس بيها، مثل ما قلنا الحج هم يلتهي بيها. طبعا من الطب راح تلقي كل الباقات أو كل الشغلات اللي ممكن تحتاجها. هنا بلدان عربية، كل بلد تختاره راح تلقي داخله كل الشغلات اللي يفترض أنه تنبث من عندهم. هنا عندنا باقات، هنا عندنا شغلات عربية، وهنا عندنا وثائقي، وهنا هاي الخانة طبعا كلش عجبتني اللي هو كرتون أيام زمان. طبعا بيها شغلات شفناها طبعا اللي مثل جيلنا، شغلات يعني كلش حلوة، بس مع الأسف اكو قسم من عندهن ما يشتغل، فما أعرف، يا ريت تجربوها وتكتبوا لي إذا اشتغلت عندكم. بعض الشغلات موجودة من الطب داخلها، مثل هاي كرتون بسيط وساندي بيل وذن السوالف هاي، ممكن انه ما تشتغل بعض الحلقات، فيا ريت تشيكوها انتم، واذا اشتغلت كتبوا لي بالتعليقات. اصدقائي احنا مقيدين بالحكي هواي، تقدر انت تنصب التطبيق وتاخذ لك فرة بيه وتشوفه وتقيم بنفسك. اصدقائي خلونا نتوجه تطبيق داونلودر وانطيكم الكود اللي من خلاله نثبت التطبيق، بس قبلها لايك صغير واشتراك بالقناة، هذين شغلتين اريدهن منك حتى يصعد شوي الفيديو. وخلونا هسه نكمل الشرح. طبعا لازم يكون عندك تطبيق داونلودر، اللي ما عنده تطبيق داونلودر راح نشرح بشكل سريع. انطب البلاي ستور موجود عندك بالشاشة، وتكتب هنا بالبحث الحروف الآتية DOW، واجي على علامة المكبرة، وهذا هو تطبيق داونلودر باللون البرتقالي. اجي اضغط تثبيت، انا عندي هنا فتح لأنا مثبته. اصدقائي اول ما ينفتح التطبيق يحتاج انه تنطيه سماحية من الاعدادات حتى يحمل عندك التطبيقات بدون مشاكل. تروح للاعدادات، تروح التطبيقات، تختار داونلودر وتفعل السماحية او تنطي سماحية للتطبيق، بس اول مرة. اصدقائي نجي لهذا المستطيل الموجود هنا ونكتب الارقام اللي راح اتركها لكم على الشاشة. بعد ما كتبت الارقام اجي اضغط على علامة السهم الموجودة بالكيبورد، او هذه جول موجودة هنا، واجي انتظر لحظات راح يتحول عندك صفحة التحميل، واجي انزل جوا لهذا المستطيل باللون الازرق. طبعا هنا راح تقدر تعرف اسم التطبيق، واجي اضغط هنا اوكي، وراح يتحمل عندنا التطبيق. طبعا حجم التطبيق 14.5 ميجا، ويعتمد على سرعة النت الموجود عندك. اصدقائي هنا راح يكتمل عندنا التحميل، اجي اثبت التطبيق، راح تطلع عندي هذه هل تريد تثبيت، اجي اعطيه تثبيت، وهنا اجي انطي فتح.
وراح تنفتح عندي واجهة التطبيق مثل ما شرحناها بالبداية. أصدقائي التطبيق بعد ما يثبت ما راح تلقاه ويا قائمة التطبيقات، راح تلقاه بالسايد لود لانشر. اللي ما عنده سايد لود لانشر راح نشرح بشكل سريع شلون نثبته. نروح البلاي ستور موجود عندك بالشاشة، وتجي بقائمة البحث تكتب الحروف SID وتجي على علامة المكبرة الموجودة عندك بالكيبورد، وهذا تطبيق سايد لود لانشر، واجي انطيه تثبيت. انا هنا عندي فتح، وراح تلقى التطبيق مالتك داخل السايد لود لانشر. لهنا حبايب انتهى الفيديو مالتنا. اذا عجبك الفيديو واستفاديت منه لا تنسى ان تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة. التقيكم بفيديو جديد، اخوكم المهندس عادل الربيعي، مع السلامة.